أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست محسوبة صح مع خالد يونس. النهاردة حلقة مهمة، موضوع أنا نفسي يعني مستني بقالي كتير قوي عشان أتعلم فيه وأعرف عنه أكتر، مع ضيف مهم معايا أحمد حمودة. وعايز أحمد أنت اللي تعرف نفسك النهاردة للناس. طيب خالد، شكرا جدا ان انت استضفتني، ويعني متحمس انا معاك النهارده. أنا أكتر. انا احمد حموده، انا شريك مؤسس والمدير التنفيذي لثاندر. ثاندر هي تطبيق يساعدك ان انت تشغل فلوسك وتستثمر فلوسك عن طريق انها بتتيح الاستثمار في الشركات، في اذون الخزانه، ودلوقتي كمان في الذهب. بمنتهى البساطة، مش محتاج تنزل من بيتك، مش محتاج يكون عندك سابق معرفة. عايز تستثمر انت بنفسك ينفع، عايز تستثمر عن طريق خبير ينفع. والحاجة التانية ان احنا بنحاول على قد ما نقدر نعلم العملاء يعني ايه استثمار، اساسيات الاستثمار، عشان هم نفسهم يبقوا خبراء في يوم من الايام. ده ممتاز. وانا عارف ان كمان قبل ما تبقى فاوندر لسندر كان في باك جراوند اوبر. انا قبل ثاندر كنت مدير عام اوبر في مصر، وقبل اوبر كنت شغال في بنك استثماري، وكنت نائب رئيس البنك الاستثماري. اهلا وسهلا بيك يا احمد. احنا النهارده ويمكن عشان تبقى فيه خلفيه على محسوبه صح، احنا التوجه بتاعنا او دايما الميشن بتاعتنا ان احنا عايزين الناس تبقى بيقولوا كده ايه الثقافه الماليه، ازاي يتعاملوا مع فلوسهم. دي مهمه احنا بنحاول نحققها، واحنا بنتكلم في كل الجوانب. بنتكلم في الناس تعرف اكتر عن التأمين، الناس تعرف اكتر عن البنوك وادوات البنوك. والنهارده موضوع اللي هنتكلم فيه البورصه، بما انك انت عندك خلفيه كبيره عن البورصه والابليكيشن او الشركه بتاعتك دلوقتي ليها علاقه بده. الموضوع ده حساس وغامض انا ومرعب. لو تسمح لي قبل ما نخش على البورصه، يعني اول حاجه احب احييكم على اللي انتوا بتعملوه دوت. اعتقد لوقت او لفتره كبيره جدا كان الخدمات الماليه متاحه بشكل حصري لفئه معينه من المجتمع، واعتقد خلال ال10 سنين اللي فاتت، ومع كمان ازدهار التكنولوجيا، ابتدى يبقى فيه اتاحه للخدمات الماليه ديت لجميع الناس. وده حاجه مهمه قوي، ان هي نوع من المساواه عامه. يعني الخدمات الماليه بتساعد على ان انت تحسن من حياتك. واعتقد مهم قوي انه احنا بنتيح الخدمات الماليه نكون برضو بنتيح الوسائل اللي تعلم الناس ازاي فعلا تستخدم هذه الخدمات الماليه بشكل يعكس على انها تحسن من حياتها، مش بشكل انها يضرها. فاعتقد الناس كتير قوي بتركز على الاتاحه من غير ما بتركز على الشق التعليمي. فيعني برافو عليكم بصراحه ان انتوا بتعملوا كده، يعني شكرا ليك ومتحمسه معاكم وادعي لنا، واحنا متشكرين انك انت لبيت دعوتنا النهارده. انا هقول لك بمنتهى الصراحه، احنا يمكن كنا بنعتقد ان كل ما هو نعرفه ده معروف بالضروره. ده ما طلعش حقيقه خالص، بالعكس. في ناس كتير جدا وانا واحد منهم ما زلت بحس ايه ده، انا مش عارف الموضوع ده. واحنا لما بنيجي نتكلم على الفلوس دايما بفكر الناس احنا ليه مهمتنا مهمة، لان احنا مرة تانية احنا اتعلمنا ازاي نكسب الفلوس، بس ما خدناش حصة في المدرسة بعد الجغرافيا حصة ازاي تتعامل مع الفلوس. اوكي. فتلاقي في بقى ظاهر عن ده ان احنا بقينا مور كونسيومر، احنا عايزين نروح نشتغل عشان نصرف. صح. in between لو فاض احتمال نستثمر او احتمال نحوش، ونستثمر بقى النهارده ده موضوعنا. لان صح. هو لما نيجي بقى عند الاستثمار صح. تلاقي فيه يظهر على الذهن ريسك كبير صح. جدا، وانا اعمل ايه، انا ما اعرفش اعمل ايه، انا قصه كبيره ولخبطه كبيره. فانا في البدايه، بما ان البورصه دي هي بنسميها بتمثل عمود مهم جدا في العالم كله من اعمده الناس اللي هي عايزه تستثمر، احنا مش هيكون دعوتها الناس تروح في البورصه اور نوت، بس يفهموا صح. يعني بورصه عشان لما يجي ياخد ديسيجن في المستقبل، وايه الادوات اللي النهارده بقت التكنولوجي بتاعها. فاحنا عايزين نفهم يعني ايه بورصه 100%. احنا اول حاجه انت قلتها ان اللي المفروض الناس تعمله هو الاستثمار اولا، او عقليه الاستثمار اولا. ان انت مرتبك بينزل ما بتستناش تصرف وبيتبقى في الاخر بتستثمره. انت اول ما مرتبك بينزل بتشيل الحته اللي انت عايز تحوشها او تستثمرها وبتصرف الباقي. وده عامه تغير في العقليه. احنا ده اللي بيسموها ادفع على نفسك الاول. ادفع نفسك الاول بالظبط كده. فدي اول حاجه. تاني حاجة، انت المفروض تنوع من استثماراتك، تكون بتستثمر في كذا حاجة مختلفة. من الادوات الاستثمارية المشهورة جدا في العالم هو البورصة المصرية، او البورصة عامة، انا اسف. اول حاجة عايز اقولها ان البورصة دي مش حفرة، لان في تبقى الناس فاكره ان انت اكنك بتحط فلوسك دي في الحفره ديت، الحفره دي بتطلع، الحفره دي بتنزل. واعتقد اللي بيساعد على كده انك دايما في الاخبار البورصه كسبت النهارده 4 مليار جنيه، البورصه خسرت النهارده 2 مليار جنيه. فابتدينا نفتكر ان اكنها ده حفره او مكان انا بس بحط فيه فلوسي بيطلع او بينزل. فدي اول حاجه. البورصه هي طريقه انك تستثمر في الشركات. ليه الناس متحمسه عن البورصه؟ انك لو بصيت في مصر
لو بصيت في امريكا، لو بصيت في اي حته، لو بصيت دلوقتي، لو بصيت على مدار التاريخ، اكتر حته ممكن تعمل فيها فلوس على المدى البعيد وتخلق ثروه فيها هو البورصه. انك تستثمر في شركات، هو ده اكتر حته هتخلق فيها ثروه، بس على المدى بس البعيد. انا معلش ممكن اقف هنا عشان اللي يشوفنا يبقى فاهم كويس اللي احنا بنقوله. الناس بتختلط عليها الامر الاستثمار مش شهادات، لان هو ممكن يعتقد ان دي استثمار. الشهادات ما اظنش ان هي دي استثمار. هو انت يعني برضو لو عايزني اقول لك هنا، الاستثمار ده اي استثمار، اي فلوس هتشتري بيها حاجه الغرض منها انها ترجع لك دخل سنوي، او انك تبيعها بثمن اغلى، ده استثمار يعني. دايما اللي الفاليو بتاعها نفسه الكابيتال ده يبقى الفاليو بيزيد. انت عارف انما لما اجي احط فلوس في شهاده انا باخد مضمون، ما فيش ريسك، بس الفلوس الكابيتال زي ما هو. بس انا اقول لك يعني عندنا مثال هيعجبك. احنا دايما بنقول للناس انت هتروح تشتري بقره علشان تاكلها، ده مش استثمار. هتشتري بقره علشان خاطر اللبن اللي بيطلع منها هتبيعه، وبعد كده في وقت ما هتبيعها وثمنها يزيد، ده استثمار. فالاستثمار اي حاجه هتدر دخل ليك او قيمتها تزيد، ده يعتبر استثمار. من هذا المنطلق الشهاده هو نوع من انواع الاستثمار. بس انت لما بتيجي تستثمر لازم بقى بتفكر في حاجتين، في حاجه اسمها العائد والمخاطر. كل ما المخاطر بتقل كل ما العائد بيقل. انا معلش عشان انا ببقى هيبقى رتمي كده عشان الناس تبقى فاهمه. يبقى لما اخش في استثمار، يعني هنا بقى فيه كلمه ظهرت اسمها خطر، صح، اسمها ريسك، عكس ادوات تانية اللي هي بتدر عائد بس ما فيش ريسك، بس ليها برضو الريسك بتاعها ان الفاليو بتاعها ممكن يقل يعني. لا بس انا يعني خليني برضو، عشان برضو كلمه الريسك دي بتبقى كلمه كبيره على الناس. الريسك هي قد ايه انت متاكد انك العائد المتوقع هتعمله. فلما بتحط في شهاده ويقول لك شهاده 18%، انت بنسبه كبيره جدا بتبقى متاكد ان انت البنك فعلا هيرجع لك ال 18% او الشهاده اللي بيقول لك. على فكره فيها مخاطر. احنا كلنا سمعنا السنه اللي فاتت عن بنك سيليكون فالي اللي في امريكا اللي فلس. فيعني بس احنا في المجتمع بتاعنا البنك المركزي وبما فيهم حتى البنك الفدرالي ضمن كل حاجه فيها. انا اعتقد مخاطر. اكبر ريسك ليها بصراحه مش دي، اكبر ريسك ليها الفاليو اللي بيحصل فيها هبد. فلما نيجي نقول والله اوكي في حاجه اسمها بتدر عائد و100%، بس الفاليو انت عندك ريسك انك تخسر 50% من قيمته او 30%. علشان كده انا بقول لك خالد، انت المهم انك تكون بتنوع. فانا بقول لك انت في جزء من فلوسك بتحاول تعمله علشان تحافظ بيه على الغلاء. غالبا مفروض في العادي انك تحط فلوسك في البنك، والشهادات هي اللي بتحافظ على حته من فلوسك اللي هي حته كمان اللي بتغطي مصاريفك من الغلاء. عليك اي التزامات، عليك اقساط، بتحط الفلوس ديت في البنك بتطلع مع الغلو الموجود. بس في لازم يكون جزء من اللي انت بتستثمر في حاجه بيرجع لك عائد اكبر، هو ده اللي بيخليك تخلق ثروه. يعني الاستثمار في البنوك، يعني هو دايما عامه، وهنتكلم اكتر عن الاستثمار في الشركات. انت في البنك بتحافظ على حته الثروه اللي اتعملت اوريدي، من انها تخسر الحته اللي انت هتصرف بيها مصاريفك. الاستثمار في الذهب بيساعدك ان انت وقت لما يحصل مصايب او لما الاقتصاد يبقى مش تمام، الذهب ثمنه يزيد. الاستثمار في الشركات هو ده اللي بيساعدك ان انت تخلق ثروه على المدى البعيد. فانت لازم جزء من ان انا مرتبي 10000 جنيه، الناس بتقول لك بمنتهى البساطه ادفع لنفسك الاول، قلتها من 10 ل 20% بتحطها كل يعني شهر، على الاقل 1000 جنيه 1000 ل 2000 جنيه كل شهر. جزء منه بيروح في شهادات، جزء منه بيروح في ذهب، وجزء منه بيروح في الاستثمار في الشركات. هو دوت الحته دي اللي انت بعد 10 15 سنه هي دي اللي هتجيب لك فلوس تعليم ولادك، هتجوز بيها ولادك، هتغير بيها شقتك. هو ده اللي انت هتعرف تعمل منه العائد الكبير. ده هنا في نقطه، وكان عندنا ضيف في البانكينج سيكتور وكان عنده الفورمولا. قال ان انت كمان لما يكون سنك صغير المفروض البورشن نفسه اللي هو او الجزء اللي هو من 1000 او من 10 او 20، كل ما يكون سنك صغير قال الريسك ناقص 100. صح. فانت لو عندك 30 سنه او 25 سنه 100 ناقص سنك، فانت عندك لازم ال 75% من الفلوس دي. يعني هو طبعا هو قال ما فيش حاجه صح وغلط، بس انت ممكن تاخد ريسك بنسبه عاليه وانت سنك صغير وتحطها في حاجات فيها ريسك عن ما يكون سنك 60 70. عشان اعتقد كلمه الريسك دي من الكلمات الناس مش فاهمينها. طب انا ايه الريسك ده؟ قيسه ازاي؟ هو الريسك زي ما قلت لك هو مدى تاكدك انك هتعرف تحقق العائد المستهدف. لما بتستثمر في حاجات زي الشركات، كل ما الوقت بيزيد كل ما فرصه انك تحقق العائد المستهدف من هذه الشركه بيبقى اعلى، فالريسك يقل. فلما انا باجي اتكلم، يعني دايما بقول كده، انت عايز تستثمر في شركات، دي فلوس انت مش محتاجها، مش عليك اقساط تصرف بيها. ليه؟ عشان تعرف تحدد امتى احسن وقت ان انا ابيع هذا الاستثمار. انما لو انت حطيت فلوسك في شركه استثمرت في شركات وانت عارف ان كمان 3 شهور عندك قسط، دي مش احسن اداه بالنسبه لك، انت اخترت اداه غلط.
واحنا دايما بنعلم الناس، بنحاول نعرفهم، نحاول نساعدهم ان هي الاداه الغلط ليه، الاداه الصح والغلط ليه. كل اداه بالظبط كده. ممكن تبقى الاداه في حد ذاتها صح، بس امتى لما تستخدمها ليه. فما يبقاش انت معاك كل فلوسك وقلت والله اوكي انا اروح اشتري بيه السهم ده عشان طالع او نازل، ده بدون فلسفه وبدون بتاع، ده ممكن ما يكونش قرار صح. واعتقد ده اللي انت قلت في الاول هي اللي احنا بنحاول نعمله، م. وان هو انت بتساعد الناس ازاي تدير اموالها. وانا اعتقد من الحاجات اللي حصلت غلط، كلنا اتعلمنا كيمياء، اتعلمنا جغرافيا، محدش علمنا محدش ازاي قال ندير لنا اموالنا، أي مع انك حاجة لو طبعا. فكرت فيها دكتور، مهندس، صيدلي، محامي، كلنا بيجي لنا بنعاني دخل وعايزين يعني ده وكلنا ده بنعاني. الحاجه الوحيده اللي هي بغض النظر انت هتشتغل ايه في الاخر محتاج تكون عندك. مظبوط وهو ده مظبوط. جزء منها، ان هو انا الحته ديت انا عليا اقساط يبقى احطها في حاجه عامله كده. دي انا عايز لو انا فضلت احطها في البنك، الفلوس اللي بحطها مش هتعرف تصرف على تعليم ولادي كمان 10 سنين، فيبقى في جزء رايح للحته دي كلها. وعامه دايما يقول لك يبقى انت استثمارك بيتحول من حاجه بتعملها للفلوس المبقيه، حاجه بتعملها اولا وليها هدف. ما انت لو عندك هدف ايوه، هتعرف تحط فلوسك فين، لو من لو الهدف واضح. لو من اساسيات الصحه الماليه اللي احنا بنتكلم عليها في محسوبه صح، اللي هو بتبتدي بهدف، لان بالظبط اي كده. حاجه بدون هدف ما يبقاش ليها عقل، ولا طالما ما لهاش عقل ممكن القرار تبقى عشوائيه. بالظبط. واحنا بنقول، والكلام اللي انت بتقوله اللي هو واحد يبقى عنده هدف، ودي اللي بتخلي الحد عنده عقل ان هو يعرف ايه الريفرنس لكل قرار جاي بعد كده. انا دلوقتي سني 30 سنه او 35 سنه او ايا كان، او حتى 50 سنه، وابتديت احط هدف ان انا عايز ابقى فاينانشال اندبندنت، عايز ابقى مستقل ماليا بعد 10 15 سنه. من الادوات في ريل استيت، في شهادات، في ممكن اعمل انا بروجكت، اعمل مشروع بس انا ما اعرفش قوي كويس في البيزنس، وفي بورصه. فانا عايز اركز الحلقه بتاعتي بقى على الجزء بتاع البورصه. لما اجي افكر في البورصه، وانا دلوقتي عندي دخل ممكن يكون دخل ثابت، وقلنا مثلا ممكن يكون 10 ل 20% ممكن استثمره، انا عايز اعرف ايه هو البورصه، هي شورت تيرم ولا لونج تيرم؟ هو البورصه دي عباره عن زي ما انت قلت حفره، ولا لا دي مش حفره، دي حاجه تانية؟ وبعد كده هتكلم على الادوات اللي بقى بعد ما انا اقرر وافهم البورصه، بعد كده كمان ايه التولز اللي اقدر استخدمها دلوقتي في التكنولوجي اللي موجوده تخلي الدنيا سهله. صح. انا خليني ارجع معاك خطوه لورا. طول عمرنا كنا بنسمع ان انت لو عايز تحقق ثروه لازم يكون عندك دخل بجانب الوظيفه بتاعتك، صح؟ مظبوط. وابتدى الناس كتير قوي يفكروا طب خالد ما تيجي نعمل المشروع دوت، ما تيجي أيوة. نعمل مطعم الاكل دوت، ما تيجي نعمل الكلام ده كله، صح؟ فدايما اعتقد في مفهومنا ان احنا عارفين ان وسيله من ان انت تحقق دخل زياده ان انت تبقى عندك شركه، او يبقى عندك اللي هو الحاجه الخاصه اللي على جنب، صح؟ البورصه بمنتهى البساطه هي بتديك الفرصه ان انت تبقى جزء من شركات موجوده ناجحه، بس في اطار قانوني يحميك. ايه الاطار القانوني دوت؟ جزء ان انا املك شركه، تملك اصلا، تبقى بالظبط زي ما مالك. خالد جه قال لي وده بيحصل. انا دلوقتي عندي فكره ان انا لما احنا جينا بدانا عايزين نعمل الشركه بتاعتنا، ما احنا رحنا المستثمرين قلنا لهم يا جماعه في هنا فرصه، في فرصه كبيره في مصر ان احنا نعمل شركه في مجال الاستثمار، تعالوا استثمروا في هذه الشركه، صح؟ هتلاقي كلنا في وقت ما كان عندنا كونفرسيشن او حديث مع حد من اصحابنا او نعرفه، يلا نتشارك ونعمل شركه مع بعض ونعمل في هذا المجال. هي البورصه هو مزاد، هو مكان فيه شركات متسجله فيه. الشركات ديت سواء بقى في قطاع الاغذيه، في قطاع الانشاء، في قطاع البنوك، في قطاع كل في المدارس، كل قطاعات وعليها رقابه. انا بس الضمان دلوقتي بدل ما انا خالد صاحبي فانا ضامن ان هو مش هيضحك عليا، جينا قلنا لا تعالى عشان اضمن انك ما بتضحكش على الناس، يبقى انت في شركه من الشركات الكبيره بتاعه المحاسبه بتراجع على ارقامك. لو حصل اي حدث جوهري بتعلن عنه للمستثمرين بتوعك. احمي لو خالد معاه سهم وفي واحد تاني معاه مليون سهم، خالد بعرف بياخد نفس درجه الحمايه زي هو. من الاخر انت عندك دلوقتي بقى عندك اكن في قدامك سوبر ماركت، دخلت سوبر ماركت، في عندك شركات محطوطه على الرف، تختار على مزاجك ايه الشركه اللي انت محتاج تستثمر فيها. فانا ممكن ما اكونش انا عندي مشروع، ولكن ممكن املك من خلال البورصه مشروع. فانا مش محتاج ان انت لو انت ما عندكش الفكره والوقت انا مثلا تعال ناخد مثال ان احنا هنا في مصر بنقول ان قطاع التعليم من القطاعات اللي بتزدهر جامد جدا في مصر الفتره دي. فانا جيت انا واصحابي قلت يا لو بقى عندنا مدرسه او بقى عندنا حضانه، صح؟ محتاجه راس مال، محتاجه اداره، محتاجه فريق تجيبه، الكلام ده كله. لو انت عندك الوقت وعندك العلم وعندك الفهم انك تعمل كده،
حلو حلو. جدا، بس اغلبيه الناس ما عندهاش. ما عندهاش وقت وعندها وظيفه هي شغاله فيها. طب ما انت عندك اوبشن او فرصه ان في شركات اوريدي موجوده في البورصه المصريه في قطاع التعليم، سواء التعليم العالي او حتى المدارس، تبتدي تفكر فيها. طب زي بالظبط لو خالد قال لي اعمل معاك شركه، اقول لك هو انت مين اللي هيديرها يا خالد؟ مهم. هو ايه القيمه التنافسيه اللي هتبقى عندكم؟ في احتمال تكبر ولا لا؟ في احتمال تكبر ولا لا؟ فتبتدي تبص على هذه الحاجات دي. الشركات وتقول ايه ده، انا عاجبني الشركه الفلانيه ديت، انا الشركه دي كده بدل ما انا هبدا المدرسه انا عندي الفرصه ان انا ابقى مالك في هذه الشركه. انت لما بتشتري اسهم في البورصه المصريه انت بقيت من سجل الملاك اللي في الشركه دي. لما الشركه دي بتكسب وبتقرر انها توزع ارباح، انت ليك نصيب من هذه الارباح لان انت مالك في هذه الشركه. هنا بقى هفهم حته، اذا لما انا عندي ممكن يكون عائد او اتنين، ان انا لما بملك شركه في ديفيدند او الارباح اللي بتتوزع، لو في ارباح صح. موزعه باخد انا اخر السنه زي حسب السهم، زائد ان الفاليو بتاع السهم نفسه لما بيزيد صح. بقت قيمه شركتي بتزيد، فهنا انا بكسب مرتين بالظبط، او اخسر مرتين او بتخسر مره يعني او القيمه أخسر بتقل. او بتقل، فده وارد وده وارد 100%. أوكي. هو بالظبط زي اي حد بيعمل مشروع. مم. لما بيعمل مشروع بيبقى عنده في فرصه ان هو يكسب وفي مظبوط. فرصه ان هو وفي يكسب. اوقات في المشروع نفسه بتبقى داون واوقات تبقى زيه زي اي حاجه. وجود البورصه مم. هو مع البورصه دي تحت رقابه الهيئه العامه للرقابه الماليه. يعني انت عارف في راقبين في مصر للمؤسسات الماليه، البنك المركزي اللي بيراقب البنوك، وفي الهيئه العامه للرقابه الماليه اللي بيراقب كل اللي هي نون المؤسسات، بانكينج، كل المؤسسات الماليه الغير بنكيه. اللي غير بنكيه. مظبوط. فانت بيضمن ان الشركه اللي موجوده ديت حجمها كبير، عندها الاداره، عندها الاختصاصات الكذا، بتفصح عن ارقامها. فانت يبقى انت كمستثمر عندك القدره انك تبقى قاعد. يعني انا دايما كنت قاعد مع واحد صاحبي شركته في البورصه، وكان بيقول لي انت لازم تحطه مينيمم في التطبيق بتاعك. فبقول له ليه؟ حد قال لي الراجل اشترى 3 اسهم، هو صاحبه، وبيكلمه الصبح بيقول له انت قاعد بتعمل في البيت ايه؟ انت مش شغال عندي؟ انت ليه ما نزلتش رحت؟ انت قاعد لسه كل ده نايم على وبعد كده يكلمه في نص اليوم يرد عليه يقول له انا مش قلت لك ما تردش على الموبايل؟ هو وانت الخوف للناس تروح تشتري، تروح الشركه الصبح تقول انا مالك بس هو والنبي. لو فكرت فيها هو حقيقي هو فعليا انت مالك. سواء اكبر شركات الاتصالات مدرجه في البورصه، اكبر مظبوط. المستشفيات، اكبر مظبوط. المدارس، اكبر شركات العقار موجودين في عندك القدره ان انت. فانت بمنتهى البساطه انت بتخش بتبقى مالك من الملاك، من المساهمين في هذه الشركه. مظبوط. عشان برضو اخد خطوه لورا، لازم تفكر ان انت زي بالظبط لو خالد جه عرض عليك شركه، عندك حل من اتنين: يا اما انت تدرس هذه الشركه فيبقى عندك وقت تقول هو القطاع ده عامل ازاي، القيمه التنافسيه ما ده عامله السؤال اللي ازاي. انا كنت هساله. هو في سؤالين هنا يطرحوا بقى هيجوا لي على بالي. اوكي، بس دايما لما حد بيعمل مشروع بيبقى معاه فلوس، انا هيبقى معايا رقم كبير عشان اروح افتح مشروع. فكره البورصه جت قالت لا، انت ممكن تبقى بسهم، مش محتاج يبقى فلوس صح. كتيره قوي. فاول حاجه انا مش محتاج يبقى معايا فلوس كتير، انا ممكن كل شهر اللي بوفره او اللي اقدر ادفع لنفسي فيه يبقى فيه جزء منه في البورصه. تاني حاجة أنا مش بدور، ودي بقى أخطر حاجة. أنت اتكلمت على إن أنا أقدر أبص على القوائم المالية والحاجات دي، في ناس كتير ما تعرفش يعني قوائم مالية والحاجات دي كلها. فهل بقى هيقول لك طب وأنا ده في أسهم كتير وأنا أنهي سهم أشتريه وأنهي سهم أبيعه وأشتري إمتى وأبيع؟ دي قصة بقى دايلاما بقى. عشان ده كلام لذيذ قوي. أعتقد أنت أول حاجة قلتها وحاجات اللي احنا بنؤمن بيها، قلت ادفع لنفسك الأول. وده احنا اتفقنا عليه، أنت أول ما مرتبك بينزل تدفع لنفسك الأول. الحاجة التانية أنت محتاج، أنت ناس كتير بتبقى فاكرة أنا محتاج يبقى معايا فلوس عشان أستثمر، مع إن في حقيقة الأمر أنت محتاج تستثمر عشان يكون معاك فلوس كتيرة. فلازم الناس تعرف، أنا في ناس كتير قوي من المشاكل يقول لك أنا مستني يبقى معايا فلوس قد كده عشان أستثمر. هو العكس، انت محتاج تستثمر عشان يبقى معاك يعني مش استنى لما اقعد بقى زي اقعد احوش رقم يقعد سنين عمري تروح. لا، ده انا ممكن وانا لسه معيش فلوس استثمر مبالغ صغيره دلوقتي. هو ده اللي هيخليك بعد كده ان شاء الله هتخلي فيه ثروه بعد كده. نرجع بقى تاني ليه انا قلت انا عايز استثمر في الشركات. انا اقتنعت ان هي دي الطريقه اللي هتخليني اعرف اخلق ثروه على المدى البعيد. وبرضو انا عايز ناكد ان الكلام ده في مصر، في امريكا، في اي حته في العالم، اكتر طريقه انك تخلق بيها ثروه على المدى البعيد هو الاستثمار في الشركات. اوكي. 0.5% من المصريين بيستثمروا في الشركات، 50% من العائلات في امريكا بيستثمروا في الشركات. لهذا السبب، وهو ده اللي احنا بيضايقنا، ان انت عندك 99.5% من المصريين محرومين من فرصه ان هم يخلقوا ثروه على المدى البعيد. فانا اقتنعت ان انا عايز استثمر في الشركات. الموضوع معقد بالنسبه لي، الموضوع بالنسبه لي لا يعني ومش عارف ابدا منين. هي الموضوع تعالى نبسطه ان في 3 طرق انك تستثمر. الطريقه الاولى انك تقول انا هستثمر في اكبر 30 شركه.
في البورصه. انا مش هقعد اختار. ده بيسموه اندكس. الاندكس اللي هو المؤشر ال 30. المؤشر 30 دوت هو دول اكبر 30 شركه يعتبروا في مصر. فانا بريح دماغي، فانا بدل ما اخد ريسك شركه واحده ناخد احسن 30. ده المفروض ان هم يكونوا اندكس 30. كل الشركات الكبيره يعني الشركات سي اي بي بقى او انا سي اي بي، جهينه، كل الكبار كل شركه، النساجون عارف كل الحاجات اللي بتستخدمها، السجاجيد كل الحاجات دي هتلاقيهم في اكبر 30 في الشركه. فانت هريح دماغي واشتري الاندكس. المهم انك كل شهر بتحط، قلنا الاستثمار كل شهر بتحط مبلغ في هذا في الاندكس. بس انا هقف هنا بقى، انا ما بقتش مالك في شركه، انا بقيت مالك 30 شركه مره واحده. بالظبط. بقيت مالك ال 1000 جنيه دوت، بقيت مالك في هذه ال 30 شركه دول. ده اول مثال. تاني مثال، طب انا مش عايز ابقى باسيف، مش عايز ابقى سلبي. انا عايز خبير يستثمر بالنيابه عني. فانا عايز واحد عنده مكتب وعنده جيش من المحللين يقعدوا يذاكروا شركه ويطلعوا ايه الشركات اللي هي ممكن تكسر الدنيا. ممكن تطلع لي 4-5 بس، خليك مركز وده فيه. في نفس الوقت هل انا برضو محتاج؟ كان زمان كان محتاج يكون انت معاك مليون جنيه او 2 مليون جنيه عشان يبقى عندك هذه القدره ان يبقى عندك خبير بيستثمر فلوسك. انا خبير ده، انا بقول لك انا ممكن لو 10% بتاعتي تبقى 350 جنيه او ممكن تبقى 10% دلوقتي. وحتى لو دلوقتي ما هشعر اروح انا خبير دلوقتي من اول 10 جنيه 10 جنيه بتشتري وثيقه. الوثيقه ديت صندوق بيجمع منك ومن ملايين الناس التانية. اللي هو الصناديق بقى، اللي هي صناديق الاستثمار. صناديق الاستثمار. الصندوق دوت بيستثمر بالنيابه عنك في هذه الاسهم. فالصندوق مثلا بيكون مئات الملايين، في منهم ال10 جنيه بتاعتك، وفي منهم 5000 جنيه من حد تاني، وفي منهم كذا مليون جنيه من حد تاني. كل الفلوس دي بتتحط. ده بقى خبير هو اللي بيديره ده قاعد ده كل يوم بيصحى عشان يشوف المؤشر ايه. ده مش بس، ده مش هو كل يوم بيصحى، هو عنده شركه كامله شغاله على ونفس الهيئه العامه للرقابه الماليه هي اللي بتدير هذه. سوري، مش بتدير، انا اسف، بتشرف وبتراقب على هذه الشركات. لو برضو انت برضو ما هو خلي بالك احنا في مصر اتقرصنا كتير قوي من الدنيا ما تروحش لا هي دي كل ده في اطار، انا مش بقول لك اللي هو الخبير اللي هو ايوه لا ده اطار قانوني مظبوط مرخص عنده بالظبط. بس انا هقف هنا قبل ما انا عندي اندكس وعندي الاوبشن ده. طب هو ايه الفرق بينهم؟ ما هو الاندكس وحش عشان اروح لفند او الفند احسن؟ بص احنا تاني بنرجع دايما نقول لك ايه اللي احنا بنحاول نعمله، ان احنا انت عندك ده بيقلل الريسك مثلا. اللي في الاندكس المفروض يبقى المخاطر فيه اقل، بس العائد المتوقع اقل من انك تروح اللي هو الاستثمار النشط. المخاطر تبقى فيه اعلى بس دي معلومه مهمه، العائد بيبقى اعلى. ففي ناس علماء ان في دراسات علماء، انا يعني قريت شويه في الموضوع ده، فقال لك اللي هم راحوا للاندكس بتاع امريكا لقوه على اوفر 20 سنه على فكره بيتخطى كل الصناديق الاستثمار. بس دي دراسات يعني، وخلي بالك هي كمان هي دراسات وهي تفضيلات. في ناس بتحب يقول لك لا انا هدور على مدير الاستثمار الشاطر وهذا ادرسه وهديله هو القدره. هي بتبقى تفضيله بالنسبه للناس. زي ما بقول لك احنا في الاخر كل بالنادي بيه. انا بقول لك ثاندر دي ما بدات، انا اسف، كانت بدات ان انا رحت، عارف لما تنزل في هنا في اركان ولا في التجمع في داون تاون وتلاقي ناس بتخرج جمعه وسبت وحد تقول يا جماعه، وخلي بالك ده اركان او قهاوي، تقول ناس تعالوا ننزل الجمعه ويوم السبت الفلوس اللي كنا نحطها في النزله دي نستثمرها لمستقبلنا. اقول لك عن بيه هي استثمرها ازاي بالظبط. الحل الثالث انا عايز اختار شركات. اختار شركات دوت. احنا عندنا في حاجه عملنا كده زي شراكه مع الجامعه الامريكيه مع استاذ هاني جنينه، وجينا قلنا احنا هنبص على كل الارقام وهنطلع احسن 10 شركات من حيث الارقام في البورصه المصريه. وده يبقى بالنسبه لك زي وسيله انك هم دول 10 شركات اللي بتبتدي تفكر انت عايز تستثمر فيهم. الحل الرابع وخلي بالك احنا مش بس بنعمل كده، احنا كان قلنا ادي الليسته بتاعت الشركات اللي ايراداتها بالدولار. فلو انت خايف من موضوع او ان انت تبقى انت عندك الوقت ان انت تدرس الشركات، يعني خلي بالك وجود زمان كنت عشان تبقى عندك اكسس للمعلومات او اتاحه للمعلومات كانت صعبه جدا. دلوقتي في وجود الانترنت، في وجود الكمبيوترات، انت بمنتهى السهوله تعرف ارباح الشركه دي بتزيد ازاي، اخبار الشركه دي بتزيد ازاي. بس انا قبل ما اروح لهنا في نقطه خطيره اللي احنا عرفنا دلوقتي البورصه هي عباره عن انك تملك شركه. البورصه انت كمان لما تيجي البورصه ليها اوبشنز، ومن ضمن الاوبشن انك انت اصلا تبقى خبير. يعني انت ممكن انت بقى وتذاكر وتشوف وانت تخش بنفسك. بس للناس العاديه لازم قبل ما يخش في البورصة يعرف ان ليها يعني في حاجة اسمها رسوم البورصة. انا بسميها كده، ومفروض اي حد يفهم البورصة كده.
ان هل البورصه دي شورت تيرم ولا لونج تيرم؟ هل البورصه دي وانا داخل عارف ان هي ممكن تبقى اب اند داونز ولا هي عامله كده؟ دي كلها حاجات لازم الناس قبل ما تخش تبقى عارفه. انا اقول لك رايي المتواضع في الموضوع دوت. البورصه هي استثمار في الشركات. اوكي. اي حد عارف انك سواء بقى انت بدات مدرسه، بدات مطعم، بدات مصنع بيبيع لبس، علشان الشركه تحقق الاهداف والنجاح المتوقع بيحتاج تاخد وقت عشان تعرف فعلا تحقق العائد اللي انت مستنيه من الموضوع دوت. الاستثمار يبقى هي مش شورت تيرم، مش اداء للي عايز سيوله على الشورت تيرم كمان. هي مش بس شورت تيرم، وكمان البورصه اكتر طريقه انك تكسب فيها ان انت تكون بتستثمر بشكل شهري. فانت البورصه بتعمل كده، بس على المدى البعيد بتطلع. لو انت بتستثمر بشكل شهري، فحتى لما الاسهم سعرها ينزل، انا بحب جهينه مقتنع بيها والكلام ده كمثال. ده مثال عشان اكس واي زد انا مقتنع بيها، صح؟ لما اسهمها نزلت، ده حلو، ده ديسكاونت. عارف احنا دايما بنتكلم العالم كله لما الاسعار بيبقى فيه ديسكاونت الناس بتيجي تروح تشتري. الحاجه الوحيده اللي لما بيحصل البلاك فرايداي فيها او الجمعه البيضاء والاسعار تنزل بنجري منها، مع ان ده احسن وقت. بس ده احسن وقت اللي بره، بس اللي جوه هو مش احسن وقت. حلو ليه؟ بالعكس. ما هو انت انا دلوقتي انا مقتنع بهذه الشركه. انا بقى عندي القدره اني ازود من اسهمي وازود من نسبه تملكي في هذه الشركه على بالاسعار القليله. ليه؟ هي احسن وقت. ليه احسن؟ لو انا استثمرت بان انا جبت لوكشه كبيره وحطيتها مره واحده، طبعا هقعد لما تنزل قلقان. لكن لو انا بقى جزء من روتيني الشهري انك ان انا بستخدم الفلوس دي شهري. طب انا هقف بقى هنا عشان نكمل يعني الحلقه دي هنكفي، ونكمل تاني في الحلقه جديده على لان اللي جاي ده مهم جدا جدا جدا. هنكمل تاني مع احمد، الموضوع مهم وطويل. استنونا الحلقه الجايه من بودكاست محسوبه صح.